السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احبابي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض اكله جميله جدا جدا، كل المصريين بيحبوها. هنعمل مع بعض كفتة الرز. ماشي، احنا هنعملها في البيت من اولها لاخرها. انا معايا هنا كوبايتين رز متنقيين ومغسولين وتنشفوا وطحنتهم في الطحان. خلاص. كوبايتين رز. الكوبايتين رز لما تطحنيهم هيوصلوا معاكي من 2.5 ل3 كوبايات رز. ومعايا بصلتين وفلفل رومي ونص فلفل حامي و5 فصوص توم. ومعايا هنا الخضرة شبت وكزبرة وبقدونس. خلاص. ومعايا بقى التوابل، كمون، فلفل اسمر، ملح، اللهم صل على النبي، جنزبيل، 7 بهارات زي ما انتوا شايفين كده. معانا بقى هننزل في الكبة، هنعمل ايه خطوة خطوة مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هننزل الاول بالبصل والفلفل والثوم، هنفرمه ناعم، كله هيتفرم ناعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنبتدي بقى نطحن اهو زي ما انتوا شايفين كده. هنطحن ده وايه، وهنشوف هنعمل ايه بعد كده. خلاص كده طحنا البصل والفلفل. هنطحن بقى ايه الخضرة. نطحن الخضرة برضو، هنخليها ايه ناعمة كده وحلوة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اهو انا بقى بنزل من الجناب كده بالسباتيولا، بننزل بالجناب ونرجع. لازم نخلي الحاجة ناعمة وحلوة كده عشان ما تبقاش خشنة معاكي في العجينة بتاعت الكفتة. زي ما حضراتكم شايفين. ان شاء الله تجربوا الطريقة دي وتعجبكم وتقولوا لي رأيكم في التعليقات الحلوة بتاعتكم. اهو بصوا كده هنضربها ضربة كمان، يعني اهو بص شايفين اهو. هنضربها ضربة كمان، هي لسه خشنة شوية. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كده خلصناها، نعمت اهي. هننزل بقى ايه بالحاجات دي كلها في بولة ونعجنها كويس مع بعضيها، وبعدين هنشوف هنعمل ايه تاني. زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. خلاص بقى كده انا نزلت، هنزل بقى بالرز. انا كده نسيت، بدل ما احطه في البولة حطيته في الكبة. انا هفضي كله في البولة وايه، هنعجن كل الخضار بالخضار كله، اللي هو الشبت والكزبرة والبقدونس والبصل وكده، مع ايه الرز. وبعد كده هنحط اللحمة وهنرجع تاني نحطها في الكبة عشان نطحن كله مع بعض ونخليه زي العجينة بالظبط. كده انضف واحلى، وانتي واقفه كده تعملي حاجتك في البيت احسن حاجه 100 مره من ما تعمليها بره في الشارع. خلاص بصوا احنا عجلنا الخضار بالرز كويس اهو. هننزل بقى ايه باللحمه. انا معايا هنا ربع كيلو لحمه، وقلنا دول كوبايتين رز. بعد الطحن هيبقوا معاكي 3 كوبايات رز او 2.5 كوبايات رز. هننزل بقى باللحمه كده، هندعكها كويس وهنرجع تاني نحطهم تاني في الكبه. ندعكها كويس مع الرز والخضار، وبعد كده هنرجع نحطهم في الكبه. خلاص انا دعكتهم كويس، وايه هنحطهم بقى في الكبه حبه حبه كده، ونفضل نضربهم لغايه اما يتحولوا للعجينه اللي هي عجينه الكفته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لا اله الا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. زي ما انتوا شايفين كده. بص انا بقى هفضل اضربها كده لغاية لما تنعم وتبقى عجينة في منتهى الجمال. خلي بالكم من السلاح بتاع الكبة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اهو عجلنا بقى، عملناها كلها خلاص، خلصناها. بصوا الكمية، كوبايتين الرز عملوا معايا كمية قد ايه؟ يعني من ربع كيلو لحمة مفرومة وكوبايتين رز عملنا كيلو كفتة، كفتة رز. هنبتدي بقى نصبع. انا معايا هنا طبق فيه حبة زيت هصبع بيه. التصبيع بقى اللي انت عايزاه طويلة، عايزاه على حسب بقى اللي انت عايزاه. هنصبع كده. وحطينا طبعا البهارات واحنا بنضرب، وريحتها في منتهى الجمال وطعمها كان احلى كمان. وبحط فيها وانا بطحنها مكعب ماجي بيخليه تحفة. سلام بقى لو حطيتي كمان نعناع اخضر، بس انا ما كانش عندي نعناع. ورقتين نعناع كده بتخلي الريحة بتاعتها وطعمها رائع. ان شاء الله تجربوها وتقولي لي رايكم في التعليقات الحلوه بتاعتكم اللي بتديني بالطاقه بالطاقه الايجابيه، وبتديني عزيمه ان الواحد يكمل. سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. سبحان الله الحمد لله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. سبحان الله الحمد لله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. طول ما احنا كده واقفين يا حبايبي نسبح ونذكر الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، عشان ربنا يملى البركة في بيتنا وفي حياتنا وفي الحاجة اللي احنا واقفين بنعملها. صدقا يعني انا ما بعمل، طول ما انا واقفة بشتغل بسبح واذكر الله واصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، سبحان الله الحاجة بتبقى كلها بركة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. هخلص بقى الكمية كلها وارجع لكم اهو يا حبايبي. خلاص اهو احنا خلصنا الكمية كلها. شايفين يا حبايبي بسم الله ما شاء الله. ربع كيلو لحمة وكوبايتين رز طلعوا معانا كمية عاملة ازاي. اللهم صل على النبي. انا بقى معايا طاسة على البوتاجاز فيها زيت هيسخن، هنسخنه ونرجع اول ما يفتح نحط الكفته، نحمر الكفتة. بس خلي بالكم بناتنا الحلوين كده اللي لسه بيتعلموا يخلوا بالهم عشان ما يتلسعوش، عشان طرطشة الزيت دي وحشة وحشة يعني. خلي بالكم ربنا يسترها يا رب علينا وعليكم وعلى المسلمين. نبتدي بقى نحمرها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الزيت سخن عشان كده خدت لون على طول. احنا هنصبر عليها كمان دقيقة كده بالظبط، وهنروح اقل كمان من دقيقة، وهنروح شايلينها عشان ما تنشفش معاكي. انا خلاص كده انا بقى سايباها بتتحمر، واللي هطلعه هعمله. معايا بقى هنا بصلاية حلوة كده كبيرة، ومعايا هنا رتل عصير طماطم، عليه فلفل اسمر و7 بهارات والسبع بهارات ومرقه ماجي. خلاص معلش بقى المقطع بتاع التسبيكه راح مني. هو على العموم بتحمري البصله بتصفريها وبتنزلي بيها بالصلصه. الصلصه تاخد غلوتين، تروحي نازله بالكفته. اول ما الكفته تبتدي تخش في السوا، يعني خلاص ابتدت تخش في السوا، هنزل بالبطاطس. مش عايزين تحطوا بطاطس ما تحطوش. اهي يا حبايبي خلاص خلصت. بسم الله ما شاء الله. عملنا جنبها رز بشعريه وقوطه مخلله وبتنجان. ان شاء الله الطريقه تعجبكم، وتقولي لي رايكم في التعليقات الحلوه بتاعتكم ان شاء الله. شايفين اهو بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
هي مستوية، بس فيها تكة شوية، احنا بنحبها فيها تكة شوية، مش بتبقى مهرية. يلا يا رب الطريقة تعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله.